ازيكم عاملين ايه؟ انا ايزيس، اهلا بيكم. انتوا اول مره تشوفوني، اهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. في الفيديو ده هتكلم عن كل حاجه بالتفصيل تخص الزيت بتاع دابر املة، وهقول لكم الفرق ما بين الحاجات اللي بتتقال سواء هي حقيقه ولا اشاعه، الفرق ما بين كل الانواع بتاعته. مش هتطلعوا من الفيديو ده وانتم محتارين باذن الله، وهقول لكم بعد كده تجربتي انا الشخصيه. فلو انتم مهتمين شوفوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. ايه الحاجات اللي هنناقشها النهارده في الفيديو؟ الزيت اللي عارفه هيكون متعارف عليه ان هو بيخلي الشعر ما يبيضش، بيأخر شيب الشعر عموما. ان هو بيعالج التساقط وان هو بيطول الشعر. دي اشهر الحاجات اللي بتتقال. هنتكلم عليها من رأي علمي شويه ونناقش المكونات بتاعته، بس خليني الاول اكلمكم عن الانواع بتاعه زيت دابر املة. واول حاجه خليني اقول لكم ان بيقال ان في النوع المصري وفي النوع الخليجي. بنسبه كبيره ممكن يكون في فرق، ده مش اقتناعي انا، بس ده الاراء الدارجه عن الموضوع ان جايز يكون في فرق. بس عامه عندنا هنا في مصر في ناس بتجيبه، في ناس بتجيبه. هل تقدري تشتريه مضمون ان هو يبقى الاصلي فعلا الخليجي من على نون وامازون؟ التجربة مش هتضرك، جربي وتقدري كده كده ترجعيه، وعامل لكم فيديو كامل ازاي ترجعوا البرودكتس. حتى لو انتوا عايزين ترجعوا هي مكتوب عليها انها غير قابلة للارجاع. فعايزه تاخدي التجربه دي خديها، بس الافضل يا اما تجيبي انت بنفسك من بره، يا اما تعرفي حد من بره يشتريها لك، او تشوفي اي بيج يعني بتجيب حاجات من بره وتقولي لهم ان انت عايزاه، او حتى هم ممكن يكونوا بيبيعوه. في عندنا دابر املة اللي هو العادي اللي لونه غامق قوي، الاسود ده، وفي منه الجولد، وفي منه اللي هو بالياسمين. اللي بالياسمين ده معمول للناس اللي شعرها مصبوغ. الجولد معمول للناس اللي شعرها فاتح، سواء شعرك لونه بني، شعرك لونه اشقر، ايا كان. اللون اسود خالص ده معمول للناس اللي فتلت شعرها سودا سودا. النوع الاصلي الاساسي ايا كان بقى، هو اللي بيتباع في الخليج او ايه، أو ايا كان، هو هندي، تمام. معتمد على مادة الأملة وهنتكلم عنها بالتفصيل. اللي عندنا هنا في مصر هو نفس المكونات، نفس كل حاجة، بس هتلاحظوا بس ان اللون اللي هو بتاع الزيت دابر أملة العادي خالص ده لونه اسود غامق. وفي بقى منه عندنا هنا في مصر محطوط عليه صورة اللي هي الممثلة اللي اسمها هبة مجدي، تمام. التاني ده محطوط عليه صورة واحدة هندية عادي. ده الفروقات اللي هي تعرفوا بيها المصري من الخليجي. ده باعتبار يعني ان هو مش مضروب، مع ان هو اللي انا عارفه ان مفيش منه مضروب، هي كلهم بيتصنعوا هنا عندنا في مصر وبيتقفلوا في مصر عادي جدا. والمفروض يعني ان كلهم بيعتمدوا نفس المكونات، لان ملهمش تصريح يغيروا في المكونات ولا الكلام ده كله، هي بس التقفيل مصري. فده اعتقادي الشخصي ان مفيش فرق ما بين الاتنين، هو بس الناس احساسها ان الحاجه دي جايه من الخليج او لا. خلينا نبدا باول واحد اللي هو زيت دابر املة الاصلي، واللي ريحته يعني صعبه جدا، ده يعتبر اتقل واحد في الريحه. لونه غامق جدا وبرده اغمق واحد في اللون. الزيت ده كويس جدا، ولكن تستخدميه كحمام زيت بس مش كدهان يومي. بعد كده عندنا الزيت التاني اللي هو الجولد اللي انا قلت لكم، ده للناس اللي شعرها فاتح، ده بيبقى لونه افتح شويه، تمام. الزيت ده ممكن في ناس بتحب تستخدمه كدهان يومي، انا بالنسبه لي لا. هو ريحته اخف، بس هو ما زالت ريحته تقيله، مش الريحه اللي تحتمل وتحطيها على شعرك وتبقي تمام. ده وجهه نظري الشخصيه. فانا شايفه برضو ده كمان تقدري تستخدميه كحمام زيت افضل، بس عادي ممكن يعدي انك تستخدميه كدهان يومي. الحاجة اللي بعد كده بتاع الياسمين، يعتبر ده أخف واحد فيهم خالص وأضعف واحد فيهم في النتائج لما نيجي نشرح بقى كل حاجة. بس لو انت شعرك مصبوغ لا استخدمي ده، ويفضل أصلا ما تستخدميش أي زيوت وانت شعرك مصبوغ. يعني أنا من ناحيتي حاسة إن بلاش منه. أول لما تحبي بقى إن انت تظبطي شعرك تاني وبتوقفي صبغة أو حاجة، اوكي. وبتاع الشعر المصبوغ ده ممكن يعدي ان هو يستخدم كدهان يومي، ريحته تعتبر اخف واحد فيهم. بس انا ما اعرفش، يعني انا كده كده مش بصبغ شعري، بس عشان مامتي بتصبغ شعرها فلا ما حسيتوش بصراحه. هنيجي بقى نتكلم على التركيبه نفسها. هو معتمد على حاجتين، الزيت بتاع اللي هو الامله، ماده الامله دي، اوكي، ودي بتشتغل على انها تقوي البصيله بتاعت الشعر نفسها، فيها فيتامين سي وفيها مضادات اكسده. الحاجه التانية وهو زيت السمسم او زيت جوز الهند. الاتنين دول هما بس كل اللي بيعملوه ان هما بيرطبوا الشعر. الباقي بقى هي حاجات مضافه ليه عشان يديله ريحه ولون ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ودي كلها حاجات مش الناس بتفضلها لان هو ريحته يعني قويه جدا. طيب خلينا نتكلم في اول نقطه، هل هو فعلا بيخلي الشيب بتاع الشعر او اللون بتاع الشعر الابيض يتصبغ او يتاخر؟
بس ده سببه ايه؟ سببه ان مادة الاملة دي او اللي هي المكون بتاع الاملة ده بيغمق لون الشعر. فالناس اللي عندها شعر فاتح عشان كده بنقول لها هاتي بتاع الجولد، لان الماده بتاعت الامله فيه دي بتكون خفيفه. ومن هنا لان اكتر ماده هو معتمد عليها هي الامله نفسها، لما بتشتريه في الجولد او في الياسمين النتيجه كل شويه بتقعد تضعف اكتر. فلو انت عايزه تشوفي نتيجه بجد هاتي الاسود الغامق. ولكن لو انت هتخافي على لون شعرك، انت شعرك بني مثلا او شعرك اشقر، لو اشتريتي اللي هو الغامق قوي ده لون شعرك فعلا هيغمق. فهو مش بيأخر شيب الشعر ولا هو بيغمق لون الشعر اللي هو يعالج مثلا، لا هو فكرة بس ان مادة الأملة دي مع المكونات اللي هم ضايفينها عليه بتغمق لون الشعر مش اكتر. ولكن هي مش حاجة علاجية، هي حاجة تجميلية بحتة. وما اقدرش اقول ان مادة الأملة هي بتشتغل بشكل صرف على ان الشعراية اللي لونها ابيض في يوم وليلة هتتعالج، هي لونها هيغمق بس. ومجرد ما انت هتوقفي الزيت هتحسي ان الموضوع رجع تاني وشيب الشعر رجع تاني، لان هو معالجاش، هو بس شبه انها كانها اتسبغت بسبب مادة الأملة. اللي انت بقى هتشوفيها وانت بتستخدمي الزيت، اولا هنستخدمه ازاي. مش ضروري دايما ان شعرك يكون نظيف تكوني غاسله شعرك بالشامبو او كده، بس انت يكون في العادي عامله روتين ثابت لشعرك، بتنضفي شعرك اول باول بحاجه فيها سلفيت، بترطبي شعرك في العموم بكونديشنر بعد الشامبو وهكذا. اللي هو بقى هيعمله يقال انه بيرطب. انا عن نفسي كازيز تجربتي الشخصيه انا ما شفتش منه اي ترطيب، ملوش اي تاثير في موضوع الترطيب. هل هو بيدي لمعه للشعر؟ بيدي لمعه للشعر، ده حقيقه. بيقوي البصيله بتاعت الشعرايه نفسها، فمع الوقت هتلاقي فعلا التساقط بدا يقل. بس في حاجه مهمه، الزيت تقيل جدا ودهني جدا، لو هو ما اتغسلش كويس حرفيا هياخد الشعرايه ويقع. فلو انت من النوع اللي ما بتستخدميش اي شامبوات فيها سلفيت وشعرك فيه بيلد ابس كتير، شعرك هيقع. لو انت شعرك ناعم جامد قوي ورحتي استخدمتي اللي هو القوي التقيل ده، شعرك هيقع. فالاحسن تستخدمي اللي هو بتاع الشعر المصبوغ، لانه بيستهدف الشعر الضعيف عموما. نتيجته هتبقى اضعف بس هيبقى رقيق على شعرك انه ما ياخدوش ويقع. ممكن تستخدمي كمان الجولد لو عايزه نتيجه اقوى شويه وانت عارفه ان شعرك هيستحمل. وزي ما اتفقنا بتنضفي شعرك اول باول، وبتعرفي ان انت تنضفي الزيت بتاع دابر امله نفسه من شعرك، لان في حاجه مهمه، هو زي ما اتفقنا هو زيت دهني فممكن ياخد الشعر ويقع. فطب انضفه ازاي؟ لازم اليوم اللي هتستخدمي فيه لازم تعملي دبل كلينزنج، بمعنى انك هتغسلي شعرك مرتين بالشامبو. لازم يكون المرتين فيهم سلفيت. لو انت كمان مزوده على شعرك كميه زيت كبير قوي، انا بشوف ناس بتقعد تنصح ان انتوا تحطوا كميه رهيبه على الفروه، انا مش مع ده. ركزي على الاطراف وبالبواقي حطي على الفروه وسيبيه لمده ساعتين مش اكتر من كده على شعرك، وابداي دلكي بحيث ان الشعر يستفاد من غير ما تقل على الفروه. فلا تعمليش كده، بعد كده هتلاقي الشعر ابتدى يقع، فانت كده عملتي حاجه عكس تماما اللي انت مستنياها. فهو ساعتين ما تناميش بيه، هو ساعتين وانت قاعده بتعملي اي حاجه الشعر يا دوب يستفاد. اخش اغسل شعري بشامبو يكون فيه سلفيت، اي شامبو في الحياه بيكون فيه سلفيت. بس يعني هاتي بقى من لوريال، هاتي من بليس، هاتي من ايفا، ايا كان، المهم تتاكدي انك غسله شعرك مرتين والشعرايه نطفت. هل الريحه بتفضل ثابته على الشعر؟ لا، لو عملتي دبل كلينزنج الريحه هتروح من الشعر. اهم حاجه ترطبي كويس بعده، لان زي ما اتفقنا هو ما بيرطبش الشعر. النتيجه اللي انت هتشوفيها دايركت قدام عينك ان الشعر بقى اقوى، بصيله الشعر بقت اقوى جدا، الشعر بطل يقع. مع الوقت الحاجات دي تلقائي هتخلي الشعر يطول. هل هو ليه تأثير دايركت على ان الشعر يطول؟ لا، هو مش منتج علاجي، هو منتج تجميلي صرف، بس عشان هو بيقوي البصيلايه بتاعت الشعر والتساقط هيقف. فطبيعي الشعرايه مع الوقت هتبدا تطول. وعشان تعرفي كمان تشوفي موضوع الطول ده لازم تحللي وتعرفي ايه الفيتامينز او المعادن اللي ناقصه من جسمك وتاخديها از سبلمنتس الدكتور كاتبها لك، ده هيسرع انك تشوفي النتيجه. فهو عامل مساعد مش عامل طبي بيعالج. تستخدميه كام مره؟ لو انت جايبه زيت دابر امله بتاع الاطفال عايزه تستخدميه كدهان اوكي، بس يعني لا، بيبقى بجد ريحته مش حلوه، مش ريحه حاجه لذيذه خالص على شعر الطفل، وبيبقى ملزق لانه دهني. فخليكي حمام زيت برضو، فمن مره لمرتين بالكتير قوي قوي 3 في الاسبوع لو انت يعني خلاص شعرك ضعيف جدا ومحتاجه تشوفي نتيجه. بس اهم حاجه تغسليه كويس. لو انت بقى خلاص شعرك ضعيف اكتفي بيه مره واحده بس، بالكتير هما مرتين، ما تزوديش عن كده ويبقوا المرتين بعاد عن بعض. هتلاقي بقى كذا طريقه للاستخدام، في ناس تقولك سخنيه شويه وبعد كده حطيه على شعرك. عايزه تعملي كده اوكي، ما عملتيش كده مش هيحصل حاجه.
والطريقه بتاعه التسخين دي ان انت بتحطي شويه من الزيت في طبق وتحطيه الطبق ده جوه حله سخنه، بحيث بس ان هو يدفى شويه لمده 5 دقائق كده ولا حاجه، وممكن اقل على حسب ما تحسي انك اوكي. المهم ما يلسعش فروه الراس. وتبداي تحطي على شعرك كله، وبعد كده تحطي على الفروه حبه وتعملي مساج لمده 10 دقائق بايا كان ايه الطريقه اللي تحبيها. واشهر طريقه اللي هي الانفيرجن ميثود، اللي هي بنقلب شعرنا كده ونعمل مساج، وبعد كده ترجعي بس براسك بالراحه عشان لو ضغطك عالي او كده ما تدوخيش وبس، وتروحي غسله شعرك زي ما شرحنا وبس كده. دي كده كل تجربتي، سواء تجربتي الحقيقيه، الفروقات ما بينهم، كل حاجه اعرفها عن الزيت ده واللي انا شفتها بنفسي. وهل الزيت ده يستاهل ولا لا كل الضجه اللي عليه؟ طبعا لا، هو زيت تجميلي، ولو استخدمتيه بالطريقه اللي قلناها عليها وحطيتي التوقعات المنطقيه هتشوفي النتائج المنطقيه، غير كده ما تستنيش. بس كده، اشوفكم الفيديو الجاي.